لو جالك عطل يا باشمهندس، هتعرف تحدده من غير ما تفك نص المكنه، ولا هتفضل تلف حوالين العطل وتكسر وقت وشغل؟ في تراك الهيدروليك باور سيستمز هتتعلم كل حاجه عن الهيدروليك سيستمز خطوه بخطوه. التراك هيكون شامل فيديوهات مسجله عن الكورس، بالاضافه ل4 اجتماعات تفاعليه مع براكتيكال العطار بنفسه، وكمان امتحانين ومشروع تطبيقي في نهايه التراك عشان تاخد شهاده معتمده من ليرنيو وشهاده موثقه من نقابه المهندسين. ايه اللي هتتعلمه معانا؟ هتبدا باساسيات الهيدروليك سيستمز، وهتفهم الستاندرد سيمبلز، وهتتعلم ازاي تقرا الدوائر الهيدروليكيه وترسمها صح. هتتعرف على اهم الهيدروليك اليمنتس زي البامبس بانواعها، سواء كانت جير، بيستون او فين، وهنعرف كل نوع من الانواع دي بيشتغل ازاي، واهم الاجزاء والمكونات الخاصه، وكمان الفالفز بانواعها، وازاي بنقدر نتحكم في الهيدروليك باور بالصمامات المختلفه زي السيكونس والريليف والفلو كنترول والدايركشن كنترول. وهتعرف الاكسسوارز زي الاكيوميليتورز والفلاتر والتوصيلات، وهتفهم الفلويد ميكانكس وانواع الزيوت واختبارات جودتها، وازاي بيأثر على كفاءه السيستم. هتتعلم الهيدروليك باور ترانسميشن في الترانسميشن لاين وانواع المواسير والخراطيم والتوصيلات المختلفه. هتطبق كل ده عملي، وهتحسب البريشر لوس، وتحدد الكاباسيتي بتاعت البامب المطلوبه، وتحسب كفاءه السيستم، وهتختار الزيت المناسب لكل ابلكيشن. وفي نهايه الكورس هتكتشف بنفسك طرق التشخيص والاصلاح بخطوات بسيطه، وهتشتغل على دوائر معدات تقيله زي الحفارات واللوادر والشاحنات، وفي النهايه هتقدر تصمم دايره هيدروليكيه. باختصار هتخرج فاهم الهيدروليك باور سيستمز من A to Z، وعندك تولز تطبيقيه تحل بيها مشاكل بالملايين، كل ده باسلوب مبسط ورسومات بتشرح كل تفصيل. الكورس مناسب جدا للي حابب يطور من نفسه في المجال. ابعت لنا رساله عشان تعرف باقي التفاصيل، وما تنساش تبعت الفيديو لزميلك المهتم بالمجال.